من غير مقدمات كتير تعالوا اقول لكم ازاي بنحفظ الخضروات لاكتر من شهر في التلاجة، وبالذات الخيار اللي بيبوظ بعد يومين بالظبط. عايزه اقول لكم هيفضل اكتر من 3 اسابيع عندكم في التلاجة من غير ما يبوظ. هنجيب البلاستيك راب او اللي هو الاسترتش ده، هنفرده على الرخامه، نلف كل 2 أو 3 مع بعض على حسب استخدامكم. انا بقى او ممكن 4 براحتكم، بس انا بحب الفه على قد الاستخدام بتاعي، عشان لما اطلعه استخدمهم على طول بدل ما اقعد افك واربط تاني. نفس الكلام بعمله للفلفل والجزر. عايزه اقول لكم بيفضل في التلاجة اكتر من 3 اسابيع، ويعني التجربة دي أنا عندي وبعملاها بقالي أكتر من 4 سنين وبستخدمها، وكل اللي جربها بجد انبهر بيها. طبعا شايفين المنظر بيفضل زي ما هو. طبعا الفلفل الألوان نفس الكلام، الفلفل الشطة دول فلفلايتين بعد أسبوع، واحدة اتحفظت في البلاستيك راب واحدة لأ، أكيد الفرق واضح. لو عايزين الفيديو الجاي أقولكوا ازاي بخزن الفلفل الألوان والفلفل الأخضر في الفريزر من غير ما يبقى طري ومليان مية، اكتبولي في الكومنتس تحت. باي.